عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. في تصريح صادم القناة المصرية فجر الكاتب الصحفي فؤاد العشرودي خبر عن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد في مناسبتين، قائلا في تصريح أنه نهار 8 مايو الفارط عندما كان عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق يلهينا بالبكاء في الصحافة حزنا على ضحايا فيروس كورونا، كان هناك مخطط منذ مارس سعوا إلى تنفيذه في جويلية في الليلة الفاصلة بين يومي 20 و 21، عندما استغرب الشعب التونسي سبب الزيارات المفاجئة لرئيس الجمهورية المقر القوات الخاصة للجيش الوطني ومقر عمليات وزارة الداخلية في منتصف الليل، ولأن ذلك الارتباك على قيس سعيد كان نتيجة وصول معلومات استخباراتية موثوقة تأكد وصول عناصر كومندوس إسرائيلي إلى تونس بجوازات سفر تركية مدلسة يتكون من 4 أشخاص هدفهم الأول اغتيال الرئيس قيس سعيد بتواطؤ مع الجهاز السري للنهضة حسب قوله. وأضاف فؤاد العجرودي أن الكومندوس اللي قدم لتونس علم أن السلطات الأمنية التونسية تتوقع قدومه وهي بصدد ملاحقته في سارع إلى التخفي ومغادرة البلاد وإلغاء العملية. وحسب رواية العجرودي حصلت محاولة الاغتيال الثانية منذ أشهر قليلة، حيث أقيم نهائي كأس تونس على جزيرة جربة على غير العادة، حيث كان من المعتاد إقامته في ملعب رادس كيف المعتاد، لكن رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء واللي هو عنصر من عناصر الجهاز السري حركة النهضة حسب العجرودي تواتأ لتغيير مكان إقامة نهائي الكأس إلى جربة بتعلة اللامركزية، وكان المخطط يقضي بضرب طائرة الرئيس قيس سعيد في عملية الهبوط متاعها في مطار جربة بصاروخ توشكا متحصلين عليه من بقايا الأسلحة الحرب في ليبيا. وكان الهدف من عملية الاغتيال حسب العجرودي إحداث شغور في منصب رئيس الجمهورية باش تقول السلطة الرئيس مجلس النواب واللي هو راشد الغنوشي. إن شاء الله ربي يستر بلادنا ورئيسنا ويبعد علينا أولاد وبنات الحرام. في النهاية متنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.